مرحبا بكم في قناة بصمة المعرفة. إذا أعجبتكم الحلقة لا تنسوا إبداء إعجابكم والاشتراك في القناة لدعمنا ومتابعة كل جديد. في قرية فقيرة تقع عند أطراف الغابة، خرج الفتى مسرور من بيته الصغير إلى الغابة كي يجمع بعض الثمار للطعام. لاحظ مسرور أن الأشجار كلها بلا ثمار، فظل يمشي ولا يدري إلى أين تقوده قدماه، يبحث هنا وهناك حتى هبط الظلام، ولم ينتبه إلى نفسه حتى اصطدم بشجرة ضخمة وتنبه إلى ما حوله، فراح يحدث نفسه أنه وسط مكان لم يدخله من قبل، كما لم يعثر بعد على أي ثمار. فماذا جرى؟ لقد تعبت، ولكن علي أن أخرج من هذه الغابة، ولكن كيف؟ والظلام شديد، فلا بد أن أنتظر طلوع ضوء النهار حتى أجد طريقي، وربما أجد شيئا في هذا المكان آكله وأسد به رمقي. فجأة سمع مسرور صوت استغاثة يأتي من تحت قدميه، وأطل فإذا بحفرة عميقة ينطلق الصوت من داخلها، فحمد الله كثيرا حيث لم يقع فيها. كان صاحب الصوت يقول: أنقذني بالله عليك، النجد يا من تسمعني، النجد النجد. لم ير مسرور شيئا لأن الحفرة كانت شديدة الظلام، فقال في نفسه: ما هذا؟ إنه صوت إنسان، لابد أنه وقع في حفرة حفرها الصيادون. ومرة أخرى عاد الصوت يقول: أخرجوني من هذه الحفرة وسأعطيكم 100 قطعة ذهبية. لم يصدق مسرور ما يسمعه، فأسرع بإحضار غصن شجرة طويل، ومد يده فأدلاه إلى داخل الحفرة وهو يقول: تعلق بهذا يا رجل، سأسحبك من الحفرة بشرط أن تفي بوعدك. سحب مسرور الغصن بقوة بعد أن شعر بثقل من يتعلق به، وراح يتراجع إلى الخلف في جهد كبير، فلا بد أن من يتعلق بالغصن كان ثقيلا. وفجأة انطلقت من فمه صرخة هائلة عندما رأى ذئبا كبيرا يقفز من داخل الحفرة وينطلق إلى أعماق الغابة. ترك مسرور على الفور فرع الشجرة يسقط من يده غير مصدق لما رأى. تأمل مسرور ما حدث واليأس يملأ قلبه وقال: ما هذا يا ربي؟ حتى الذي وعدني بالمال كان ذئبا. ثم استدار ليبتعد عن هذا المكان، ولكنه سمع مرة أخرى صوت إنسان محبوس في الحفرة: أرجوك يا سيدي، لا تتركني هنا، أنقذني وسوف أعطيك 100 قطعة ذهبية. دهش مسرور وقال في نفسه: 100 قطعة ذهبية تستحق المحاولة، ولكن من الذي خرج من الحفرة ومن الذي ما زال فيها؟ مرة أخرى أسرع مسرور وأحضر فرع الشجرة ومده إلى داخل الحفرة، فلما شعر بثقل الفرع راح يسحبه وهو يشعر أن هناك من تعلق به. وكانت المفاجأة هذه المرة أشد من المفاجأة الأولى، فقد خرج من الحفرة ثعلب كبير، وبمجرد خروجه قفز بعيدا واختفى. ومضى مسرور في طريقه يضرب الأرض بقدميه غاضبا ليبتعد عن هذا المكان العجيب، إلا أنه توقف من جديد عندما وصلت إلى مسامعه صرخة استغاثة: أيها الإنسان الشجاع، أنقذني أنقذني وسوف أمنحك ثروتي كلها. التفت مسرور وهو يقول: صوت من هذا؟ من أنت؟ قال الصوت: أنا أغنى أغنياء هذه البلاد، وعندي ثروة كبيرة سأهبها لك إن أنقذتني. وأسرع مسرور يبحث عن فرع الشجرة، ثم مد يده إلى داخل الحفرة، فلما تأكد أن هناك من تعلق به راح يسحبه بكل قوته وهو يتراجع للخلف في جهد كبير. وفي هذه المرة ظهر له رجل يتعلق بفرع الشجرة، وما إن خرج من الحفرة حتى احتضن مسرور وراح يشكره. سر مسرور هذه المرة لأنه وجد أمامه إنسانا حقا وعليه أن يفي بوعده. وقف مسرور يحلم بأنه أصبح الآن يملك قصرا وحديقة وحقولا، ولكنه عقد العزم في نفسه على أن يقتسم الثروة مع الرجل صاحبها، ويكفيه نصف الثروة فقط. سأل مسرور الرجل: متى تنفذ وعدك وأملك ثروتك يا سيدي؟ أجاب الرجل مندهشا: ماذا؟ غدا،
غدا بالطبع. سأذهب الآن وعليك أن تحضر لمقابلتي غدا في قصري ذي اللون الأخضر بالمدينة. ومشى الرجل وهو يفكر: لقد قطعت هذا الوعد على نفسي بتأثير الخوف والرعب في الحفرة، حفرة الموت، ولكن ما الذي يدعوني الآن لأتنازل عن ثروتي وقد خرجت من الحفرة سالما؟ نام مسرور تلك الليلة غارقا في أحلام عريضة، وفي الصباح انطلق إلى القصر الأخضر. هناك استقبله الرجل وقال له: مرحبا بك يا مسرور. في الحقيقة عندما كنت في الحفرة وكان الموت يهددني وعدتك بثروتي كلها، ولكني الآن وقد عدت سالما سأعطيك أجر 20 قطعة ذهبية فقط. رفض مسرور أن يمد يده وقال: لا يا سيدي، لقد وعدتني وعليك أن تفي بوعدك. أنا لا أطمع في ثروتك كلها، سوف أترك لك نصفها. قال الرجل الثري بسخرية: ما هذا الكرم يا مسرور؟ ثم نادى خدمه وقال: ألقوا بهذا الرجل خارج القصر. هتف مسرور وهو يلقى خارج القصر: سألجأ إلى القاضي لآخذ حقي منك. ذهب مسرور إلى القاضي وقص عليه ما جرى بينه وبين الرجل الثري، فأرسل القاضي في طلبه. فلما حضروا مثل الرجل الثري ومسرور أمام القاضي. قال الثري: أنا لا أنكر أن مسرور أنقذ حياتي، ولكن أيعني هذا أن أعطيه ثروتي كلها؟ أنا لم أعده بشيء مثل هذا، وعليه سوف أعطيه 20 قطعة ذهبية مكافأة له. راح القاضي يفكر ويزن الأمور، فلم يكن هناك شاهد مع مسرور يشهد على ما وعد به الرجل الثري، فقال: لا بأس أيها الرجل، ولكن ضاعف المبلغ واجعله 40 قطعة ذهبية. لم يكن أمام مسرور إلا القبول، فأخذ المبلغ وفتح كفيه ونظر إلى السماء وقال: اشهد يا ربي على ما جرى، وخذ لي حقي من هذا الرجل، والحمد لله على كل حال. أخذ مسرور 40 قطعة الذهبية وبدأ بها تجارة صغيرة، فكانت فاتحة خير له، فضاعفها الله مرات ومرات. وذات يوم جاءت سحابة كبيرة وألقت بظلالها على مزارع الرجل الثري، وسمعت صيحة خوف من المزارعين في حقوله تقول: الجراد، الجراد. أكل الجراد كل المحصول، مما تسبب في خسائر كبيرة للرجل الثري، حيث خسر معظم أمواله. فتذكر دعوة مسرور عليه وكيف صار حاله، فندم أشد الندم، لأنه لم يف بما وعد مسرور به وأنكر ما قاله. العبرة من القصة تعلمنا أن الوفاء بالوعد والإحسان إلى الآخرين هو مظهر للنبل والأخلاق الكريمة. فالرجل الثري لم يف بوعده لمسرور بعد أن أنقذ حياته، فكان مصيره الخسارة والندم. ومن جانب آخر نتعلم أن الإيمان بعدل الله والدعاء يحققان الإنصاف في النهاية، فقد رزق الله مسرور خيرا كثيرا برغم ظلم الرجل الثري، وحقق له عدله بطريقة أخرى. القصة تظهر أيضا أن الظلم والطمع لا يفلحان، وأن الترفع عن الإساءة والصبر على المظلمة هو درب المؤمن الصادق. إذا أعجبتكم القصة لا تبخلوا علينا بالإعجاب والاشتراك في القناة، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس لتتوصلوا بكل جديد.